هي قصة كفاح ونجاح قادها الإصرار والإرادة للتغيير. عندما يمتد النضال من الجذور إلى الفروع، حينها يكون الوصول إلى الهدف المنشود تجسيدا لقوة الإرادة في وجه كل التحديات. الشيخ من مواليد مدينة الزويلات عاصمة تل الزمور. خلقت وربيت فم من أب، عندي أب مناضل كان في صفوف حركة الحرب، وبعدين آسي وبعدين لا بيبي. معناها عني خلقت في بيئة النضال عليها ما هو جديد، مع أب وأخوة مناضلين. والتحقت جيت لنواكشوط في الجامعة، نقرأ هنا الجامعة. وفي الجامعة مولي فم خلق فم ياسم النضال به اللي الجامعة بؤر من بؤر العنصرية، من بؤر إنه يعلموا الإنسان عنه ما هوش، وعنه ما يقد يعود شيء، وفي حاله يقد يعود شيء لا يعود شيء تحت الطبقة العليا من أولاد خيام الكبار من البيضان. وذاك كنت أنا ضده، لأنه كانوا يقرؤون فم عن المثقفين وعن الناس اللي قرأت والناس اللي شيء والناس اللي قد تعود شيء، إلا الناس من ذيك الطبقة. وكانوا هم دائما هم اللي يجيبون لنا أسماءهم كمفكرين ويقرون عنهم عدلوا عدلوا عدلوا. بالتالي كان فم ياس من المعارك. بعدين التحقت هنا بصفوف نضال الحركة إيران في تقريبا أواخر 2008 بداية 2009. التحقت بالنضال الإيراني ومزت مرحلة المناضلة في صفوف حركة إيران. على هامش التجربة النضالية عرفت مريم الشيخ كمناضلة ترفض الظلم والتهميش في سبيل الدفاع عن حقوقها وحقوق المظلومين، مما عرضها للاعتقال والسجن مرات عديدة. تعرضت لاعتقالات مرات عدة في مسيرات وقفات سلمية، ومرات قاسوا بي مخافر الشرطة. مرات في كل واحدة منهم كان إما تديم ساعات والله نهار والله 2 والله 3. 2014 تم اعتقالي في مسيرة سلمية على خلفية اعتقال الزعيم بلال مدها عبيد. كنا معدلين 3 أيام قضب. النهار الثالث تم اعتقالي، وعدلت 5 أيام عند الشرطة عند كوميسارية، وبعد ذاك وحولت صور السجن اللي وعدلت فيه 4 أشهر. وبعد ذاك تم محاكمتي وحكموا علي بتقريبا 6 أشهر 4 أشهر أظن، تم الإفراج عني. ورا ذاك هم اللي تعرضت لاعتقالات عدة. واحدة منهم كانت مؤثرة شوي به، اللي كانت عنهم فاطمة الشيري كان عنده 1 و5 أشهر. جاوني واعتقلوني وأباوا أنهم يمشوا بالطفيل الصغير معي. جاء اختيار بنت الشيخ المولودة بزويرات، المدينة التي عرفت بواكر النضال في موريتانيا، لأسرة مناضلة على اللائحة الوطنية للنساء كمرشحة عن حزب الصواب، بعدما تم رفض ترخيص حزب الرق الواجهة السياسية لحركتها الحقوقية. تم ترشيحي على لائحة النساء حزب الصواب بتحالف عدلناها مع الصواب اللي هو حزب الرق. حزب الرق اللي هو ممنوع من التشريع من عند إدارة الأمن حقيقة، رواية ما عندهم فيها الحق به. اللي الزعيم بلال مدها عبيد اللي يمثل حزب الرق هو قطعا وجه الثاني على الانتخابات 2019، معناه أنه هو اللي يمثل المعارضة ما في الكلمة من معنى. تسعى مريم الشيخ أن تكون صوت من لا صوت له، وسفيرة للطبقات الهشة لإسماع صوتهم إلى أولي الأمر الذين يصمون أسماءهم عن ناخبهم بعد أن قرروا بهم
بان الحملات الانتخابية. جايين من الطبقة التحتانية من المجتمع، الطبقة اللي ما عندها قبيلة وراها، ولا عندها رجل أعمال وراها، ولا عندها نافذ وراها، ولا فم فضة ولا شيء. ثورة عدلها الزعيم بلا مدها عبيد، وذي قطعا نبقى يطلق رسالة من عند طريق ذا الترشح عن يا انت ذيك مولات نجاية اللي قاعدة هوك، ولا انت ذيك مولات الحوت اللي قاعدة هوك، ولا انت ذيك مولات كسكس. عن كذا البرلمان تقدر تدخليه، وتقدر تدخليه بأصواتك وبأصوات الناس، والبرلمان ينتخل ونحن داخلين ونعرف عنه. مريم كما عرفتها ساحات النضال بمواقفها المنددة بانتهاك حقوق الإنسان، حتى حازت لقب لبؤة النضال، وستعرفها قبة البرلمان منابحة ومدافعة عن حقوق المظلومين، لا تخشى في ذلك لومة لائم. أولادكم منين يقرأوا؟ تعرفوا عنهم منين يقرأوا؟ أو في مدارس الجمهورية. لماذا تفوتونهم هذا التعليم الممتاز الغير مكلف؟ التعليم فاسد، لأن العمود الفقري للتعليم هو المدرس، ما هو مؤمن قوت أولاده ولا تعليم أولاده بسبب تدني الأجور.